عملتها ب3 مكونات بس، بدون بيض، بدون بياض بيض، بدون بيكنج باودر، ما ضفتش عليها غير ال3 مكونات فقط لا غير. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه عندي انا استخدمت المج ده في كل المقادير بتاعتي. استخدمت اول حاجه مج سكر مطحون الا معلقه كبيره. السكر المطحون او السكر البودر انا بطحنه في البيت، ما بشتريهوش جاهز خالص، ما بحبش الجاهز. وبنفس المج عيرت كوبايتين من السمنه السايحه وحطيتهم في المج اللي عندي ده لغايه لما بردوا. انا سبتها بره التلاجة، الجو اصلا تلج، فشايفينها هي عامله ازاي كانك لسه مطلعاها من التلاجة. بتكون عندي بالشكل ده كده. بالمعلقه ببدا ادمج الاتنين مع بعض علشان لما اشتغل بالمضرب ما يبهدلش معايا الدنيا. طيب نوع السمنه ايه اللي انا استخدمته؟ سمن بلدي. اي نوع تاني غير السمن البلدي مش هتاخدي الطعم ولا النتيجه اللي انت متعوده من يعني عليها من الغريبه اللي انت بتاكليها بره او بتشتريها من بره. انا هنا خلطت بالمضرب لغايه لما تبقى عندي الخليط كريمي ولونه فاتح وهش جدا، يبقى كده عندي الخلط بتاعي مظبوط. طيب ما عندكيش مضرب كهربائي تقدري تستخدمي مضرب يدوي، هيتعبك شويه بس هيطلع معاكي حلو برضه. ولو بايديكي كمان والله مفيش اي مشكله، زمان كانوا بيعملوها بايديهم وكانت بتطلع تحفه. بالاسباتيولا كده بجيب الجناب ورشه صغيره من الفانيليا لو انت حابه. ببدا اخلط مكوناتي كده حلو تاني. شايفين الخليط عندي هش وكريمي بالطريقه دي. بكون في المرحله دي نخله عندي 4 كوبايات من الدقيق بنفس الكوبايه اللي انا استخدمتها في المقادير بتاعتي. 4 كوبايات بنخلهم من الدقيق وبنزل بيهم بالتدريج. ابدا اعجن معايا ال4 كوبايات مقدار مظبوط جدا. يعني انا لا زودت دقيق ولا نقصت دقيق، انا ضفت الاول نص المقدار وتاني مره ضفت المقدار كله، وبعد كده بعجن بايديا بدون اي اضافات خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني 3 مكونات بس بقت عندي العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش احلى من كده. عجينه لينه ويعني طريه جدا، سهله التشكيل. طبعا لما بتسيبيها شويه ممكن تنشف معاكي او تفرول معاكي، مفيش اي مشكله خالص. باخدها بين ايديا وببدا الينها وبترجع معايا ممتازه. بجيب بقى صينيه وبعمل فيها واحده او 2 كده وادخلهم الفرن علشان اشوفها مظبوطه معايا ولا لا. طيب لو فرشت معايا هتبقى عايزه معلقه دقيق. طيب لو طلعت معايا مشققه هتبقى عايزه معلقه سمنه. يعني مقدار في ايديكي تلعبي فيه زي ما انت عايزه، مفيش حاجه ان شاء الله هتبوظ معاكي. جربي الاول، التجربه دي مهمه جدا، ان انا ادخل واحده الفرن او 2 واشوف التسويه بتاعتها مظبوطه ولا لا. فرشت مني هتبقى عايزه معلقه دقيق، ما فرشتش مني مشققه هتبقى عايزه معلقه سمنه. طيب مظبوطه معايا، هبدا اشتغل واكمل شغلي بالطريقه دي. شكلت عندي الغريبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري بقى تزوقيها باي مكسرات عندك او باي سبرينكلز او اي حاجه موجوده عندك، مفيش اي مشكله. انا الصينيه دي هعملها ساده. طيب اللي شكلتها بالمكسرات انا ما كنتش بضغط عليها الضغطه دي، عشان طبيعي هضغط عليها الضغطه وانا بحط عليها المكسرات. لكن الساده دي انا بقيت اكورها بين ايديا واديها ضغطه خفيفه. رصيتها في الصواني بالشكل ده، دخلتها على فرن على درجه حراره 160 من تحت بس، ما فتحتش عليها الشوايه نهائيا. شايفين شكل الغريبه؟ يعني زي ما دخلتها زي ما طلعت زي ده، حاجه بسيطه خالص. ولونها من تحت ومن فوق وشايفينها ما بتبصمش. طيب ما بتبصمش ليه؟ علشان انا اول ما طلعتها من الفرن سبتها في درجة حرارة البرد اللي احنا فيها دي 2 أو 3 ساعات. يعني شلتها ركنتها بره في الصالة 2 3 ساعات لغاية لما بقت بالشكل ده، وهي لسه سخنة هتبصم في ايديكي. بعد ما بردت بقى عندي تماما، انا عايزة النهاردة نعمل غريبة كده مختلفة شوية. هنطلع عن الشيء التقليدي. عندي شوكولاته انا بسيحها بالطريقه دي. بحط قطعه شوكولاته عليها معلقه زيت في كيس تلاجة واحطها في كوبايه ميه سخنه، بتبدا تفك معايا وتبقى عندي بالشكل ده. عندي شوكولاته بيضه وعندي شوكولاته آه، دارك يعني او سودا. وبعد كده بجيب الغريبه بتاعتي الساده وببدا انزل بيها في الشوكولاته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ما فيش اسهل من كده. يعني قلنا نختلف السنه دي شويه عن التقليدي. يعني السنه اللي فاتت انا عملتها معاكم بكيس وموجود الطريقه انا كنت منزلاها قريب يعني. والسنه دي بقى قلت لا، هنشتغل بالطريقه العاديه بس هنغير شويه كده في شكل الغريبه المعتادين، يعني المعتاد عليه. فحبيت اعمل الطريقه دي حلوه قوي، حاجه كده زي ما بيقولوا ايه، فاخر من الاخر يعني. ان شاء الله يا رب الطريقه تعجبكم وتبقى حلوه قوي. انا بحب بقى الشوكولاته البيضه مع الغريبه تجنن، وبالذات كمان لما تزوقيها بالورد المحمدي تبقى تحفه. جربي المقدار ده حلو قوي، جربي التزويق ده. تغيير بقى عندك في تقديمات العيد وفي الغريبه وفي الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها دي. بالطريقه دي انا زوقتها. طبعا الجو تلج فطبيعي ان هي
تمسك في ثانيه. ببدا ارصها عندي في العلب بتاعتي. مش عايزه اقول لكم على نعومتها، مش عايزه اقول لكم على طعمها وعلى حلاوتها، والله تحفه. جربيها وعلى ضمانتي هتطلع معاكي ناجحه باذن الله من اول مره. احلى غريبه ممكن تعمليها، سهله بسيطه. وصفتنا النهارده كانت حلوه ولذيذه وممتعه، يعني انت بتشتغلي وانت مبسوطه بتعملي حاجه حلوه كده وبسطاكي. ان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو كتير علشان الكل يستفاد، ونرفع الفيديو بذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم.